حموديات رمضان وما فيه من حكايات. 1.8 مليار مسلم يحيوا شهر رمضان في العالم، يزيدوا في فعل الخير، ما يفرطوش في مساعدة المحتاج، ويحافظوا على صلاتهم باش يقوى إيمانهم. التقاليد يبانوا بقوة في هذا الشهر في كل البلدان، ويتغيروا من جهة الأخرى باش يبينوا التنوع الثقافي تاع كل منطقة. في تركيا يسود جو احتفالي ذو طابع روحي، يجوزوا رجال يضربوا الطبل باش ينوضوا الناس في وقت السحور، وهذه عادة قديمة في هذه البلاد من وقت الإمبراطورية العثمانية. وفي وقت الفطور نلقاوهم يحطوا راحة الحلقوم البنينة باش يكسروا الصيام. رمضان في مصر مزين بألوان الصيف على حسب الشهر الفضيل، والفرحة تبان في الشوارع المنورين. وعادة الفوانيس ترجع لعهد الخليفة الفاطمي في القرن العاشر. تقول الحكاية باللي الخليفة راح للقاهرة في أول يوم تاع رمضان، وباش يستقبلوه السكان شعلوا الشمع باش يضويوا الزنايق المظلمة. في إندونيسيا كاين واحد العادة يقولوا إنها تطهر الذات والروح، اسمها بادوسان، بحيث في أول يوم من رمضان يتحمموا المسلمين في منابع طبيعية. العادات والتقاليد متنوعة وتتبدل من منطقة لأخرى، وكلها تحتفل بشهر رمضان اللي يذكرنا بقيم الفرحة، التعاون، الإيمان، الحب والخير.